بما ان بقى المدارس بدأت بقالها كام يوم، وبنيجي كل يوم بنحتار في سندوتشات لولادنا، وكمان حاجة تنفع للفطار. هنعمل النهاردة مربى بمكونين تحفين جدا، هيدونا طعم حلو قوي قوي مع بعض. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وتعالوا نشوف القوام الجميل والقطع الحلوة دي. هنعملها مربى جميلة جدا، وكمان المكونين دول موجودين في السوق وسعرهم حلو قوي، وده الموسم بتاعهم. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وما تبخلوش عليا بلايك واشتراك للي ما اشتركش، وتعليق حلو من تعليقاتكم عشان بيهمني رأيكم جدا جدا. اول حاجة كده معايا هنا مكون حلو جدا وسعره على قد الايد. اول حاجة معايا هنا تين، اللي هو التين البرشومي، موجود طبعا، ده الموسم بتاعه في السوق. ده حوالي كيلو وربع، يعني كيلو و250 جرام. تمام، قطعته كده قطع زي ما انتم شايفين. بس ده طبعا بعد ما غسلته كويس جدا ونضفته، ببدأ اقطعه قطع كده. تمام. جبت بقى طبعا موسم البلح برضو، اللي من دول فيه موسم بلح، فقلت احط عليه بلح. البلح ده حوالي قد ايه؟ حوالي 250 جرام من البلح. يعني بعد ما قشرت البلح كده، جيت وزنته 250 جرام. يعني كيلو وربع من التين البرشومي عليهم 250 جرام من البلح. تمام. لو هتعملي تين لوحده، يبقى كيلو التين عليه نص كيلو من السكر، بس كده. هتعملي بلح لوحده، يبقى كيلو البلح هنحط له حوالي ايه، 200 جرام من السكر او 300 جرام، لان البلح مسكر فمش بيحتاج سكر كتير. فانا حطيت السكر بتاع التين البرشوم. ده كيلو وربع، الكيلو خد نص كيلو سكر، والربع كيلو خد 125 جرام، فانا حطيت كل السكر 600 جرام بس. تمام. يبقى السكر اللي انا حطيته 600 جرام سكر على كيلو وربع من التين البرشومي. والبلح ما حطيتلوش سكر خالص ولا حسبته في السكر. تمام لحد كده؟ فاهمين اللي انا بقوله ولا قلت تاني؟ يبقى الكيلو وربع من التين البرشومي حطيت له قد ايه؟ 600 جرام من السكر. اما البلح طبعا مسكر مش محتاج. هحط له بقى كده ايه، هبدأ احطه على النار، وهدي النار قوي قوي قوي، ما تعلهاش، تسيبها هادية. وبعدين من كل وقت للتاني بتبدأي تقلبي التين بتاعنا او المربى بتاعتنا. حطيت ليمون، عصرة ليمونة كده حلوة، وهسيبه يستوي. ما كملش معانا والله ربع ساعة، وكان استوى على نار هادية، وبقى بالقوام الحلو ده. طعمه حلو اوي هما مع بعض. نسيت اقول لكم، انا حطيت شعرة بسيطة جدا جدا على طرف المعلقة، قرفة ناعمة. لو عندك قرفة اللي هي الخشنة حطي. ايه رأيكم؟ جميل جدا وبألف هنا.